السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مصري غني جدا، حقي فين؟ واخد بالك يا مصري؟ ندائي أنا مصري غني جدا، حقي فين؟ عندي مناجم ذهب، عندي آثار، عندي فلوس بتتهرب بره، ومش أول تهريبة. أنا مصري، حقي فين؟ لا هدفع لك ضرايب ولا هدفع لك أي حاجة طبقتها بقانون الهبة. حقي فين؟ حقي فين؟ وعايز تكمل ليه يا سيسي؟ عايز ليه تترشح تاني يا سيسي؟ تمام؟ هو في قانون اصلا ولو بالعافيه؟ عشان المصريين مش في المعادله، عشان الشعب المصري واقف بيتفرج، عشان هو اللي ما بيحطش نفسه في المعادله. ليه ما تحطش نفسك في المعادله؟ مع ان في اطراف ومخطط بين جهات واطراف داخل مصر وخارجها. تمام؟ انت فين من ده يا مصري؟ ده حياة من تنادي. انت فين في المعادلة؟ ليه مش عايز تاخد قرارك وتدخل في المعادلة وتبوظ لهم كل الحسابات؟ جميع الاطراف، اذا كان خليج بيحركهم امريكان واسرائيل، تمام، ولا اذا كان السيسي وعصابته وشلته اللي مطالب محاسبته ورقبته. ما هو ده المخطط اللي حاصل، والفوضى بسكوتنا بعد ترشحه وهو اللي هياخدها، لان الانتخابات تمثيليه كبيره قوي على الشعب المصري. هفضل اناديك ان انت لازم تبقى في المعادله، هفضل اناديك بقوتك وبوحدتك، انت لازم تبقى في قلب المعادله. انت السيد بموقفك انت، انما موقف الهزلي اللي احنا فيه كشعب ومغلوب على امرنا ده، تمام، ربنا حسابه عسير. بسكتنا على اللي بيحصل ده كارثه. انت فين من المعادله؟ انت فين من المخطط؟ مخطط الامريكان واسرائيل بحدوث فوضى لمكتسباتهم ولاد العم. مين اللي بيحرك امريكا يا جدعان؟ مين اللي بيحرك امريكا غير اسرائيل؟ ومين بيحرك الخليج غير امريكا؟ حد يرد عليا. بالمشهد اللي احنا شايفينه وبتقصير الشعب المصري اللي كله سلبيه. انت ليه سلبي؟ انت ليه ما عندكش ايمان ويقين بالله؟ وتكسر المخطط. انت هتعيد حسابات كل اللي بيخططوا عليك، جهات داخليه او خارجيه، بما فيهم طنطاوي، بما فيهم جمال مبارك، بما فيهم اللي عاملين نفسهم مرشحين. هل جمال هو البديل بعد فوضى السيسي لو كمل في الترشح؟ ما اسالوا نفسكم الاسئله دي. هل جمال هيسيبوا السيسي يكمل وانت اديك شايف عيشتك هتعرف تكمل مع السيسي؟ هل لو السيسي بما يسمى الانتخابات بين قوسين يا احمد يا طنطاوي، تمام، لو كمل، هل السيسي لو كمل انتوا راضيين على حالكم كده؟ ده خرابه. ما عندوش غير البيع، ما عندوش غير الغلاء، ما عندوش غير تحديد النسل، تمام، ومش مطالب منكم تعيشوا بلسانه، تمام. طيب بالله عليكم، البلد في المخطط اللي بيترسم عليكم ده، البلد هيتصلح حالها مع واحد حرامي؟ مين الاسم اللي فاضل من الستة اللي سرقوا خيركم؟ واحد من الاثنين، يا محمود يا حسن، حد من ولاده. طب معلش في الكلمة، بعد اللي احنا شفناه ده ودول عصابته في الصاعقة ولا في الشرطة ولا رجال اعمال بيتاجروا في الذهب، تمام، سارقين خيرنا وخير بلدنا، هل الناس اللي بتصدر الذهب ده او اللي سرقته ونهبته وخرجته وشركاء فيها، هل الناس دي من حقها الذهب بتاعكم؟ مش تعرف بس ان انت مش فقير قوي ولا ام تعوز، عشان تعرف بس ان انت مش فقير ولا ام تعوز. هو اللي اراد يفقرك وهو اللي اراد يقول عليك ام تعوز بالشواهد اللي انت عايش فيها. انت فين في المعادله؟ جهات كتير بتلعب عليكم والمخطط كبير قوي، والخلايجه بعد ما سفكوا دماء المصريين اذا كانت السعوديه والامارات قاعدين يوقعوا في السيسي ومستنيين مصيره عشان يجيبوا اللي يركبكم في مكتسبات اللي موجوده في بلدكم اللي خدوها اللي مش ليك. وانت مش عايز تخش المعادله عشان تقلب الموازين والدفه ليك، لان انت صاحب البلد. مخطط كبير
وجمال مبارك ساكت دلوقتي على كل اللي بيحصل، ما طلعش يتكلم ولا هو ولا حتى اخوه علاء اللي بيكتب على تويتر. دايما اسالوا نفسكم الاسئله دي. فكر معايا، ما احنا بنفكر مع بعض اهو قدامهم وهم سامعيننا كلنا في الفضاء السوشيال ميديا اللي بيسمعونا فيه، بيسمعوا اي صوت حق فيها. انا غني على فكره، انا مش مصري حامل جنسيه، انا غني، فلوسي مسروقه ومش هسكت عليها، ذهبي مسروق واثاري، تمام. القصدير والنحاس اللي الذهب اتحول نحاس والقصدير اللي هو برضو، والمعادن والمحاجر اللي فيها خير لا يعد ولا يحصى بتتباع بالسنتات مش بالدولار، ب 40 قرش. الرمله البيضاء والسوداء، عندك الرمله البيضاء والسوداء دي بتاعت الشاشات بتاعت العالم موجوده في بلدين، انت واحد منها. فينك من خير بلدك؟ لما السيسي طلع قال لكم مصر ما فيهاش غير رخام وحجاره، ما انت سرقت الذهب والاثار وابنك واحد منهم في الطياره اللي مش عايزين تذكروا اسمه. يا حراميه، يا حراميه، يا عار، يا خونه. وايه ببجاحتك عشان انت عارف ان الشعب مطرمخه وبتراهن على خوفه، بيراهن على خوفكم. وتخويف الشعب بالمجرمين شرطه وجيش. ما تعملش راجل عليا، انا راجل من اللي جابك بمسمى الكاكي بتاعك ومسمى الميري اللي بتلبسوه في شرطه وجيش. انا راجل من اللي جابك. ايوه، فينك يا راجل اللي خير بلدك اللي ساكتين عليهم ترمخكم؟ ولا حد عايز يتكلم، ولا حتى جمال ولا علاء على الطياره. انتوا مستنيين الفوضى والاتفاق ان السيسي لا انا مكمل برقبتي، سيبوني اكمل واخلص على الشعب، سيبوني اكمل للنهايه. وفي النهايه لا يخرج خروج امن، لا يخلص عليكم كلكم، يشوف لكم يفتحوا الهويس بتاع الميه يغرقها ويضيعها. صح، النيل يا جميل، اللي فيها عطشك وجوعك، اللي فيها الامارات اللي بنستورد منها قمح، جابته منين مش عارف. الطياره بتاعته ليه ما بتتكلموش عن طياره الامارات اللي مقرها في دبي؟ يا جدعان والله العظيم الشعب لو اتحرك هيخلص المعادله، هيقضي على المعادله اللي بيحسبوها كل الاطراف. دوله عميقه وجهات مختلفه، وعصابه شله السيسي، ومصر ملهاش صاحب لان شعبها ساكت عليها، ومستني حد يحركه. ايمانكم ويقينكم بالله ضعيف قوي، مع ان انت عارف انك ميت. للاسف مش قادرين تفهموا ده. ايمانكم ويقينكم بالله ضعيف قوي، مع انك بالفوضى الخلاقه اللي هيختلقوها ليك نهايتك بسكوتك. هي ايام بس انت عايشها وتقول هنعمل ايه، مغلوبين على امرنا. يا عم انزل دافع عن عرضك وشرفك وعن مالك وحالك. انا مصري غني، حقي فين يا سيسي، يا جمال، يا علاء، يا كل الاطراف اللي بتتصارع على حكم مصر والشعب المصري بره المعادله؟ ليه مش عايز تبقى جنب المعادله يا اخويا وكتف في كتفك؟ ليه سلبي؟ ليه يا اختي يا اخويا انتوا سلبيين؟ عندكم ايه؟ اداكم خيار اخر غير الثوره ولا مستنيين الفوضى؟ السؤال هنا، انت مستني ايه؟ ما عندكش غير خيارين، تسكت والسيسي يركبها، مع ان القانون بيقول ان هو ملوش حكم في البلد لانه منقلب سافك دماء اصلا. هو سافك دماء اخويا، لا بس صح، لاني هو سافك دماء اساسا. يا بلد عايزه ولد، يا بلد، لو ناخد قرارنا بكلام ربنا انك ميت وانهم ميتون. ايمانكم ويقينكم ضعيف بالله، مش عايز تخش في المعادله. المخطط بسكوتنا فوضى خلاقه، تدخل في المعادله بقرار منك انك على يقين انك شهيد في سبيل الله للدفاع عن دينك وعن وطنك وعن اجيالك. الله المستعان. امتى ناخد القرار ولا نستنى الفوضى؟ المخطط كبير، ويا جمال ويا علاء ويا طنطاوي يلي اعترفت في كلامك امبارح للناس ان هو اللي ماضي على سد الخراب. طب انا بس بسألك يا استاذ احمد يا طنطاوي، ترجعوا حق
المصريين في كل اللي اتفرط فيه، هتقف للامارات والسعوديه اللي حاطه صوابعها وايديها على كل حاجه في مصر. حلو الكلام قوي، بتتكلم بكلام بتمرهم بيه. احنا خدنا كلام من 52 السيسي، انتوا ناسيين انكم من نور عينينا ولا ايه؟ ما عنديش ثقه في حد فيكم. طالع بيواجه السيسي من داخل مصر، ها، وهو في اللعبه كله متفق عليه. انا بس فوق يا مصريين، انا مش ضد حد على حد، انا بس عايز اقول حاجه. جمال راح الامارات ولعب اللعبه، والخليج اتفقوا معاه، وراح الدول الخليجيه وطلع على السعوديه وطلع على اوروبا، وجه الرساله بالانجلش للعالم كله، تمام، وبعد كده بالعربي عشان انت رفعت الجزمه في وش ابوه. ده جمال. طنطاوي نفس القصه. يا جماعه لحد امتى هناكل من الكلام المعسول؟ ها؟ هناكل من الكلام المعسول لحد امتى؟ عيني عليك يا بلد، عارفين الحقيقه وشفتوا بعينيكم، والبلد اتسرقت قصاد منكم. على فكره الطياره دي مقصوده، كل اللي عايزين ان السيسي يقع اصلا عشان يكملوا المخطط في مكتسباتهم بقياده امريكا من الخلايجه. اللي طلع بن سلمان يقول انا مش هتدخل للسيسي في حاجه، كلهم دلوقتي مش هتتدخلوا، ما انتوا دعمتوا تمرد ورقصتوا على دم المصريين يا خلايجه، دلوقتي مش هتتدخلوا ليه؟ بيبتزكم دايما، ها، بيحلبكم البقره الحلوب. قفلتوا المحبس مش تجيبوا البديل بعد مكتسباتكم، بعد اللي خدتوه في مصر، ها، وساعدتوا ولاد العم والصهاينه على تفريط ارضنا وعرضنا. خش في المعادله يا مصري، لسه في ايديك، ما تستناش الفوضى الخلاقه اللي هيكتسبوا اللي هياخدوا فيها كل حاجه، وساعتها هتندموا. وتذكروا كلامنا وتذكروا الفيديو ده كويس قوي، وكل حاجه بنقولها لكم، عشان ايام يناير كنا بنتكلم وبنقول وبنعيد برضه، محدش كان بيصدقنا. من يناير لوقتنا هذا اللي حصل في رابعه ولوقتنا هذا، كل حاجه قلناها، واللي بيعملوا السيسي، ها، واللي بينفذوا عليكم قلناه، وكنا بنتكلم باستلحاق، كنتوا بتخونونا. الى متى السكوت؟ ده الدنيا خربانه وانت واقف مستني الفوضى عشان يخلص عليك. الفوضى الخلاقه مكسب المكاسب، ها، وانهيار شبه الدوله. هو مش قال لك مصر شبه دوله؟ هي كانت دوله بقت شبه دوله. كل ده بشراكه مع العسكر ومع مكتسباتهم وعروشهم وكروشهم، ومع الدوله العميقه اللي منتظره تستغل الشعب بالكلمتين. وجمال هيطلع في الوقت المناسب، وتذكروا كلامي، جمال هيطلع اللي مدعوم من الخلايجه والامريكان، لطوي الصفحه وعفى الله عما سلف، تمام، والسكوت على اللي عايشينه وعلى اللي فات، وهنسكت على اللي جاي. مرفوض. ولازم تبقى انت في المعادله، ولازم تتدخل يا مصر. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. لازم تبقى في المعادله، هتعمل لك الف حساب يا شعب مصري عظيم. 110 مليون متاكدين ان الشعب ده في البلاله، دارسينكم كويس، عشان انت سلبي، عشان انت انسان سلبي، عشان انت سلبي يا مصر. ولو لمره تكون ايجابي لكل حاجه عشناها. السكوت بقى عار وخيانه والله. الى متى الصمت يا سيسي، يا عصابه، يا دوله يا عميقه، يا كل الاطراف، يا جمال، يا علاء، يا طنطاوي. انا غني جدا، حقي فين؟ طنطاوي غريب قوي اللي طالع يقوله، غريب قوي. احنا هنصلح معا. طب مش لما نسترد ممتلكاتنا وذهبنا واثارنا اللي اتسرقت من 52؟ ومن اين لكم هذا؟ انت فعلا رئيس قوي. لا هتتحاسب وهتحاسب. الكلام حلو، انما انت فعلك مشكوك في امره. انت بتتكلم على اهانه المصري. طب ما انت اتهنت قدام عينينا في مسجد السيده النفيسه. عملت ايه لحقك انت الاول؟ بلاش تتاكلوا تتمرهموا. ده مخبر مسكك من الحزام كده
يا استاذ احمد يا طنطاوي، مش عشان بتحب شخص بطلوا تألهوا الصنم. فكر شويه ولو لوهله. والسيسي بترشح الحرامي اللي سارقين اللي ابنه الاسم السادس، واحد من ولاده اكيد حسن ان محمود السيسي بيخرب جوه، واحد بيخرب جوه والتاني بيهرب بره. ويا قلبي لا تحزن، عصابه حكماكم، عصابه حكماكم، وحسبنا الله ونعم الوكيل في الشعب اللي لسه ساكت، وحسبنا الله في كل الاطراف اللي باعت بلدنا وخلت البلد تنهار والشعب ساكت. تمام؟ مش عايز يفهم ان تدخله هو الحل لانهاء الازمه قبل الفوضى الخلاقه. اللهم قبل لغط، اللهم فاشهد. وحسبنا الله في الجيش المصري العظيم. يا رب ارنا في كل ظالم فيها من الشعب ومن الاطراف جمال علاء احمد طنطاوي اللي بيلعبوا على الشعب الطيب الغلبان اللي عايز يخلص من شخص. وانتوا كلكم فاسدين بتلعبوا بعقول الشعب المصري اللي للاسف جهلتوه بآفة العسكر، ها؟ واللي جهلتوه عن الحقيقه في خيره ومقدراته اللي شفناها بعيننا بتتسرق. اللهم قبل لغط، اللهم فاشل. كون في المعادله. انا غني كمصري، حقي فين؟ ها؟ ما تدورش على اكلك وشربك بس، دور على حق دينك ووطنك واجيالك. كفاكم صمت، كفاكم سكوت، لان اللي احنا فيه خزي وعار. اللهم قبل لغط، اللهم فاشهد. مستمرين وعلى حقنا مش ساكتين. ديننا قبل وطننا، قبل مقدراتنا، قبل حق اجيالنا اللي جايين. وخليك ساكت يا اجيال اتضربت بالنار، وجيل في الحاضر بيمثل الذل والهوان والمهانه. الله المستعان. السلام عليكم.